نقص السيولة والحليب والبقول واللحوم وحتى الأكسجين، البطالة وغيرها ليست من أولويات سيادة الرئيس ولا من مشاغل حكومة سيادة الرئيس ولا برلمان سيادة الرئيس. فما الذي يشغل السلطة في الجزائر مثلا؟ احنا عمرنا ولا تلفظنا بشيء اللي يمس الوحدة الترابية المغربية. نفس المشاهد تتكرر من جزائر بوتفليقة إلى جزائر تبون الذي عبثا يحاول تسميتها بالجديدة. فلا شيء متجدد غير اقتناع الجزائريين يوما بعد آخر بأن لا حل غير التغيير السلمي الجذري مع نظام لم يزد في إنجازاته غير الوعود التي تنتهي بانتهاء الخطابات. قوة ضاربة، العالم كله معترف بالجزائر، العالم كله عارفها باللي قوة جهوية، باللي قوة تجيب السلام في المنطقة. لكن الذي شوش الجزائريين أكثر وحال دون فهمهم لسياسات الحكومة والرئيس من فوقها. الحقيقة الواحدة هي أن الجزائري يشكو العطش ونقص الغذاء، لكن النظام كما كل مرة إذا لم يجد جهة خارجية ما أو حزبا سياسيا يعلق عليه إخفاقاته جنح إلى تحميل المسؤولية للمواطن. وعلى خطى الحاكمين ينسج الإعلام المحلي الجزائري الذي يرى المواطن الذي لم توفر دولته عملا سببا في ضعف الإنتاج وفي تردي الاقتصاد. كيف تركب هذه المتناقضات حقا لا أعرف. المهم لدى هؤلاء أن تتمخض أقوالهم عن متهم واحد وهو المواطن الجزائري. إذا كان بواتنا جابوا استقلال باش نعيشوا صحة، ما كانش بواتنا قولوا لنا نمشيو عند جلالة الملك وجلالة الملك يستقبلنا سيدي، نمشيو للمغرب سيدي نعيشوا. حنايا ولينا نخافوا نهضروا، كي نهضروا يدخلونا للحباسات. علاش؟ سمعونا وبارطاجيوها لنا يرحم الله والديكم. إلا ما راكوش باغيين نمشيو عند جلالة الملك اسيدي ونعيشوا بالشي اللي كان عطا الله ونرقد في تروطوار. يبحثون عن كفاف يومهم، فضيق الحال يطاردهم أينما ولوا وجوههم. يستوي في ذلك البائع والشاري بعد ارتفاع الأسعار. نتحدث هنا عن أسعار المواد الأساسية قوت الفقراء كالبقوليات من عدس وحمص، وأرخص اللحوم كالدجاج. هذا هو الحال الذي وصلت إليه الجزائر والذي حذر منه خبراء تنبأوا بتسلل الجوع لبطون الجزائريين بعد اضطرابات السيولة وندرة الماء التي لم تطرح بشكل جدي في عمر الحكومة الحالية التي جاءت لتنفذ برنامج الرئيس. فحتى البرلمان اكتفى كما عود الجزائريين برفع الأيادي لمباركة برنامج الرئيس. فما هو برنامج الرئيس تبون الذي يحكم الجزائر منذ 19 و2000؟ إذا نزل الجزائري من منزلة المطالبة بعمل إلى المطالبة بالماء وبالحمص والعدس والدجاج، أين خطة الرئيس لمواجهة مشاكل الجزائري المتشعبة المتكاثرة؟ أقسم بالله العلي العظيم أن برنامج فخامة الرئيس ما يتوقف مهما كانت الظروف. السكنات تتبنى، اللي عجبه الحال عجبه، المواطن إن شاء الله يدي لك سمو. سأل طالب أستاذ اللغة العربية: سيدي، ما سبب البلاء والتخلف والفوضى التي تحكمنا؟ فأجابه بعظيم الفصاحة: عندما تكون الأخلاق فعلا ماضيا، والعنف فعل أمر، والعداوة والحقد فعل مضارع، والسياسيون فاعلا، والشعب مفعولا به، والمال مفعولا لأجله. أما الفساد فيصبح صفة، والرواتب ممنوعة من الصرف، الضمير سيكون غائبا بالطبع، والمصلحة مبتدأ، والوطنية خبرا، والصدق منفيا، والكذب توكيد، والانتهازية مفعولا مطلقا، والوظيفة أداة نصب، والموظف حرف جر. عندها يصبح الفقر حالا، والحياة جامدة، والاستقرار مستثنى. فلا عجب في أن يكون المستقبل مبنيا للمجهول، ونصبح عندها
كشعوب لا محل لنا من الإعراب. أنت تطالع تفاصيل قصاصات الأنباء وعناوينها بالخط العريض، ستظن لوهلة أنهم يتحدثون عن رئيس في دولة مدنية، أماني وأحلام وردية. احنا نطلب من السلطات هذه يجي يشوفوا حالتنا كيف رانا عايشين، لا تريسيتي لا ماء لا طريق. يا اخي روح شوف عايش على الشمعة، ولادي في الليل نشوفهم بالضوايا هكذا بالضوايا باه نشوف ولادي، تخرج برا ما كان والو الظلمة. يا اخي روح شوفونا، روح شوف كيف راني عايش على بالكانكية، ما نتفرج كي الناس، ما نشوف كي الناس. الصيف نشرب الماء السخون، رمضان نشرب ناكلوا كل السخون، ما بارد مشتاقينه، والله مشتاقينه، شوفوا فيه الأحلام. تبون طرح وعود وأيمان وقوله بأنه سينفذها، وهو يعلم أنه لن يفعل ذلك منذ كان وزيرا في عهدات بوتفليقة وإلى اليوم. اقسم بالله العلي العظيم ان برنامج فخامه الرئيس ما يتوقف مهما كانت الظروف. سكنات تتبنى، اللي عجبو الحال عجبو، المواطن ان شاء الله يدي لك سمو. يا سي تبون، انا انتخبتك باه تخرجنا من الجوع ومن الصد، مشيت تروح تقسم على تتبع اولاد الناس وتتبع كما يقول لك الجيران وتخلينا احنا جيعانين. هذه ماهيش خدمه، ما انتخبناش على هذا الشيء باه تتبعنا. قال الناشطون تندرا: الحمد لله هذه المرة لم يتهم رئيس الدولة كما كل مرة ناشط الحراك والقوى المعارضة في الاقتصاد المتردي والأزمات التي تلاحقه، في الوقت الذي يرجع فيه الجزائريون تواصل بل تعمق المشاكل التي تسبب فيها نظام بوتفليقة إلى حقيقة واحدة، وهي أن ذلك النظام لم ينتهي حتى تنتهي مشاكله على الجزائر. وأكبر دليل رأس السلطة اليوم الذي يشجب ويغضب لما آلت إليه البلاد، في حين أنه كان يقول للغاضبين: دعونا ننسى الماضي. يا ربي اسمع لي بركي، هذا اللي نقول لك انا، راني عارف واش صار، رانا نهضروا على المستقبل، ما نهضر على الماضي انا وصفتكم قلت لكم خرجنا من كوبا، انا راني عارف باللي خرجنا من كوبا. إذا كان بواتنا جابوا استقلال باش نعيشوا صحة، ما كانش بواتنا قولوا لنا نمشيو عند جلالة الملك، وجلالة الملك يستقبلنا سيدي، نمشيو للمغرب سيدي نعيشوا. احنايا ولينا نخافوا نهضروا، كي نهضروا يدخلونا للحباسات. علاش؟ سمعونا وبارطاجيوها لنا، يرحم الله والديكم. إلا ما راكوش باغيين نمشيو عند جلالة الملك اسيدي ونعيشوا بالشي اللي كان عطا الله ونرقد في تروطوار. خاصة في الوقت الذي قامت فيه السلطة بقمع الشعب الذي خرج في مسيرات سلمية رفعت شعارات شاملة من التنديد بتدهور القدرة الشرائية والبطالة وغياب الحريات الأساسية واستشراء الفساد الذي أصبح جزءا ملاصقا لبنية الدولة ومؤسساتها. الهدم سهل بينما يبقى البناء صعبا، في حين أن الجزائريين تعودوا بنفس الخطابات البعيدة عن الواقع، خاصة وأن لا ثقة لهم في رئيسهم، والذي كان بالأمس وهو وزيرا في حكم بوتفليقة يتحدث عن جزائر الرخاء وجزائر الحقوق والحريات، نفس تلك الجزائر التي يرجمها اليوم. بطاطا 9000 هاني دير زوج حبات، ها شوفها، زوج حبات، 5 حبات قال لي 5000. شش نتعشى اليوم نفطر ونتعشى وغدا يرحم ربي. المواطن راه يجي هنا يشري يجيب معاه 100,000 يدي يا ربي الا دا قد فطور الغدوه من ذاك، يعني الانسان يصبح يعاني ما عندوش 4 دور واش يشري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي متابعي ومشاهدي قناتنا على اليوتيوب. ما زالت الأحداث الرياضية والإعلام الجزائري اللي بيناقش قضايا
وعجيبة، واحنا عارفين ان انتخابات الاتحاد الافريقي لكرة القدم قربت جدا جدا وبدأ يبقى فيه نكاف كبير جدا. هل هيترشح رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم على منصب رئيس الكاف وهو وليد صادي، أم سيترشح فوزي لقجع؟ طبعا كلهم قلقانين من فوزي لقجع وقلقانين جدا جدا من اسم فوزي لقجع، لأنه اسم قوي جدا في القارة الإفريقية ومعروف لكل العالم. عشان كده أنا بحب إن أنا أتكلم في موضوع رئيس الجامعة الملكية المغربية، بتكلم بالأرقام وبتكلم إزاي الراجل ده ساند وآزر منتخبات بلاده حتى وصلت إلى المنصات العالمية. وهقول لكم على تفاصيل مهمة جدا من الدعم الكبير جدا اللي بيعمله فوزي لقجع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، اللي طبعا فوزي لقجع دايما موجود مع وليد الركراكي في كل قراراته وفي كل المباريات، دايما بتلاقيه موجود ومساند بقوة لمنتخب بلاده، مش على صعيد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم فقط، ولكن على صعيد كل الأندية والدعم الكبير جدا اللي بيقدمه لأندية المغرب. أيضا الدعم الكبير جدا جدا للمنتخبات الصغيرة خاصة تحت 17 سنة. وهقول لكم طبعا احنا عارفين بأن المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة بيجتمع في الأيام القادمة للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا. البطولة هتقام في المغرب في الفترة من 11 إلى 23 نوفمبر بملعب الأبجيكو بمدينة الدار البيضاء والبشير بمدينة المحمدية. القرعة أفرزت مواجهة المنتخب المغربي أقل من 17 سنة لمصر يوم 11 نوفمبر الساعة 8، وهيلتقي أبناء المدرب باها المنتخب التونسي بملعب الساعة 5 مع المنتخب ليبيا يوم 17، ثم أخيرا مع المنتخب الجزائري يوم 23 نوفمبر. وهذه المباراة هتكون صعبة جدا جدا جدا. هنقول أسماء اللاعبين اللي هيشرفونا في منتخب أو بطولة شمال إفريقيا، لازم نقول أساميهم لأما هتشوفوا منهم نجوم كبار جدا جدا في الفترة القادمة. ياسين بدوي من روني الفرنسي، حمزة بهدي من الفتح الرباط المغربي، منصف الزكري من ميشيلين البلجيكي، سكرات بلال نهضة بركان، نسيم المسعودي باير ليفركوزن، آدم سفير الخنوري من ليل الفرنسي، آدم جوت من أكاديمية محمد السادس، عبد الله وزان من أياكس الهولندي، زياد باها من ريال بيتيس، وسيم الدرداك من تولوز الفرنسي، إلياس بالمختار من موناكو الفرنسي، سفيان الإدريسي وافتكروا الاسم ده كويس من أكاديمية محمد السادس، وإلياس العرباوي أتلتيكو بلباو. شوف يا جماعة أسامي الأندية اللي تم استدعاء اللاعبين منها. كمان أحمد موهوب من الفتح الرباطي، كمان وليد أكرم من المغرب الفاسي، عبد العالي الدودي من الفتح الرباطي، زكريا الخلفاوي من أجاكسو الفرنسي، أحمد أمين خروبي من نهضة بركان، وأخيرا إسماعيل العود من فالنسيا الأسباني. عندك كمية أندية محترمة جدا في الدوري الأسباني والدوري الفرنسي والدوري البلجيكي والدوري الألماني والدوري الهولندي، كلهم لاعبين مميزين جدا على مستوى انه يقدم لنا بطولة قوية جدا. وليد الركراكي اللي طمن كل الجمهور المغربي على قائمة المنتخب الوطني اللي هتقود المباراتين القادمتين أمام الجابون وليسوتو، والمباراة الأولى أمام الجابون يوم الجمعة 15 نوفمبر هتكون إن شاء الله في الجابون، ثم مباراة ليسوتو يوم الاثنين 18 نوفمبر على أرضية الملعب الشرفي في مدينة واجدة. وليد الركراكي يوم الثلاث هيعمل ندوة صحفية، هيعلن لكل الناس عن الأسماء اللي اتضمت له، لكن أنا أقدر أقول لكم الأسماء من غير ما وليد الركراكي يعلن عنها رسميا لأنها معروف لكل الدنيا. ياسين بونو ومنير المحمدي وصلاح الدين شهاب وأيوب الخياطي
اللي هو أول مرة ينضم إلى منتخب المغرب. في الدفاع أشرف حكيمي، عبد الكبير عبقار، وجمال حركاس، ونايف أكرد، وناصر مزراوي، وآدم أزنو، وآدم مرسينا. والمفاجأة الكبرى بأن يحيى عطية الله هيكون موجود في قائمة وليد الإكراقي بعد تألقه مع النادي الأهلي. في خط الهجوم حدث ولا حرج، خط الوسط الأول عز الدين أناحي، والصباري، وأسامة ترجالين، سفيان مرابط، بلال الخنوس، أمير تشارلسون، والياس بن صغير. أما المهاجمين طبعا هيكون أخو ماش، وسفيان رحيمي، ويوسف النصيري، وأسامة صحراوي، وعبد الصمد الزلزولي، وأيوب الكعبي، وإبراهيم دياز نجم ريال مدريد العائد من الإصابة اللي كان كل الناس بتتكلم عن إصابته. قلت لكم إن هو سليم بنسبة 100%، وهيرجع يلعب إن شاء الله مع منتخب بلاده، مفيش أي مشكلة. وهو كان صرح وقال إنه مبسوط جدا مع منتخب المغرب وما عندوش أي مشكلة. عشان كده إن شاء الله في الفترة القادمة هنشوف أسماء جديدة بدأت تنضم لقائمة منتخب المغرب. أولها زي ما قلت لكم اللاعب الخياطي اللي هو لاعب حراسة المرمى. عطية الله بعد استبعاد دام لتوقفين عاد مرة أخرى إلى قائمة منتخب المغرب. ما تنسوش تعملوا طبعا إن احنا عندنا منتخب أسود القاعة ومنتخب المغرب للقاعة اللي هو الفوتسال.